لو انت داخل تالتة اعدادي فدي اهم نصيحة هتفيدك لحد اخر يوم في السنة. اهم حاجة هي انك تحدد هدفك من السنة كاملة. تحديد هدفك مهم جدا لانه بيأثر على مستواك وادائك الدراسي طول السنة. ده كمان غير انه بيشجعك وبيساعدك انك تكمل سعي في طريقك. وتحديد الهدف ده يكون بناء على رغبتك انت. هل انت مثلا عاوز تدخل ثانوي عام ولا عاوز تدخل مدرسة التمريض بعد التالتة اعدادي؟ وده طبعا عشان ما ترجعش تندم بعدين لو نقصت درجات. طب وايه اصلا علاقة نقص الدرجات بانك تخش ثانوي عام او تخش مدرسة تمريض؟ العلاقة انك لو عاوز تدخل ثانوي عام وبعد كده نقصت درجة او 10 درجات هتعرف تدخل. اما بقى لو كنت عاوز تدخل ثانوي تمريض فانت مش هتعرف تدخل لو نقصت 10 درجات، لان الاولويه بتبقى للي جايب درجات اعلى. عشان كده تحديد هدفك من اول السنه ان انت عاوز تدخل ايه هيخليك دايما عارف ان انت بتذاكر عشان ما تنقصش ولا درجه، عشان مثلا لو انت عاوز تدخل ثانوي تمريض، او حتى انك ما تنقصش ولا درجه عشان تطلع من الاوائل على المحافظه بتاعتك. فلو انت عارف هدفك ايه من السنه وان انت لازم تسعى عشانه وتحارب عشانه طول السنه هيوفر عليك مجهود كبير جدا، وكمان هتوصل لهدفك في النهايه. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل جديد، وشارك القناه مع غيرك عشان يستفيد. ولو انت داخل تالتة اعدادي هتلاقي فيديوهات كتير عن التمريض وعن تالتة اعدادي على الاكونت، هتستفيد منها كتير جدا. واكتبوا لي في الكومنتات عاوزين اعمل فيديوهات عن ايه الفتره اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.